السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نتعرفوا على الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية المغربية نسخة 2025. سواء كنت غادي تصوبها لأول مرة أو باغي تجددها، في هذا الفيديو غادي نوضح ليك شنو خاصك بالضبط، وثيقة بوثيقة بالصوت والصورة. إلا وصلت 16 سنة خاصك تصوب بطاقة التعريف الوطنية، وهنا غادي تحتاج الوثائق التالية. أول حاجة خاصك شهادة السكن، كتستخرج من الشرطة إلا كنتي ساكن في المدينة، أو من الدرك الملكي إلا كنتي ساكن في القرية. تاني حاجة 4 صور فوتوغرافية حديثة ما يفوتوش 6 شهور، بخلفية فاتحة وبحجم 4.5 سنتيم في 3.5 سنتيم. تالت حاجة خاصك وحدة فقط من هاد الوثائق 3، نسخة من صفحتك في الدفتر العائلي، أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية، أو رسم الولادة، عقد الازدواج، بشرط ما يفوتوش 3 شهور. واجب التمبر. بالنسبة للتكاليف، إلا كنت 12 سنة أو كتر تخلص 75 درهم، إلا كنت أقل من 12 سنة تخلص 50 درهم. إلا كنتي باغي تجدد البطاقة، سواء لأنها سالت صلاحيتها، تبدل العنوان ولا ضاعت، غادي تحتاج نفس الوثائق مع فرق واحد فقط. عوض عقد الازدياد خاصك ترجع لهم البطاقة الوطنية القديمة، وإلا ضاعت خاصك تصريح بالضياع أو توقيع استمارة تصريح. مازال خاصك شهادة سكنة 4 صور، واجب تمبر 75 درهم، وموعد مسبق من الموقع الرسمي. نصيحة مهمة: قبل ما تدخل الموقع وتحجز موعد، وجد جميع الوثائق أولا، خصوصا شهادة السكنة لأنها كتاخد وقت. من بعد دخل الموقع وخذ الموعد بكل سهولة. شكرا لمتابعتكم. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الوثائق والإجراءات في المغرب. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.